تعرف انك دلوقتي تقدر تقرا الفويس نوتس او الرسائل الصوتيه في واتساب ومش لازم تسمعهم؟ طبعا دي هتنفعك جدا مع الصديق الفضيحه اللي بتندم كل مره لما بتسمع رسايله بصوت عالي في وسط الناس. ففي اخر تحديث في الواتساب تقدر تدخل على السيتنجز او الاعدادات، بعدها تشاتس او المحادثات، وبعدها تفعل الاختيار ده اللي اسمه فويس مسج ترانسكريبت، ولما تشغلها هيقولك تختار اللغه اللي بيجي لك بيها الرسائل الصوتيه، فهتلاقي العربي بس بتاع اخواتنا اللي في السعوديه، عشان ده اكيد محتاج قدرات خارقه وسنين على ما يجمع مفردات اللهجه المصريه بتاعتنا. وممكن تختار انجلش لو انت واصحابك من ايجيبت عادي برضه. وساعتها لما تيجي على اي رساله صوتيه في المحادثات بتاعتك هتدوس عليها ضغطه طويله وتختار ترانسكرايب، هتلاقيه فكر شويه وكتب لك الكلام بتاع الرساله تحتها على طول. تعرف ان اسهل طريقه عشان تعمل اعجاب على اي فيديو هو انك تدوس على الشاشه مرتين؟ باشا دي معلومه قديمه جدا، اكيد كل الفولورز عارفينها. بس زي ما انت شايف في شويه كلمات بتقع منه وبيتوقع شويه بالشبه، لكن في الغالب هتفهم محتوى الرساله العام من المكتوب. جربها كده وقول لي رايك، وما تنساش تتابعني لتريكات تانية زي دي وكل جديد في عالم التكنولوجيا والاختراعات.